هلو يا شبابنا، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله فيديو جديد من سلسله English from Scratch. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده، وهنتكلم النهارده عن حاجه اسمها ال demonstrative pronouns. يعني ايه اصلا demonstrative pronouns؟ انت عارفها بالعربي وعارفها كمان الانجليش، بس انت ممكن مخضوض من الاسم ولازم تبقى عارف اسم الحاجه كويس. طب demonstrative pronouns اللي هي بنقول عليها in Arabic بالعربي اسماء الاشاره. طيب اللي هم ايه بقى؟ اللي هم هذا وهذه وهذان وهاتان والكلام ده. بس احنا ان انجلش ما عندناش بقى هذان. ليه ما عندناش مثنى؟ احنا عندنا ان انجلش يا سنجلر يا بلورال، مفيش في النص، يا مفرد يا جمع. الاثنين دول بيعملوا معامله الجمع. تمام. طيب ايه هم اصلا الديمونستريتيف بروناونز؟ احنا عندنا this وعندنا that وعندنا these وعندنا those. دول هم الديمونستريتيف بروناونز اللي عندنا. طيب اعرف افرق بينهم ازاي؟ ايه الفرق بين this وذات وذيس وذوز؟ ايه الفرق بينهم؟ بص خليني اقول لك كده ان الاثنين دول بيجمع بينهم صفه مشتركه. ايه هي الصفه المشتركه؟ لان الاثنين دول بيجوا مع السنجلر. تمام. طيب والاثنين دول بيجمع بينهم نفس الصفه المشتركه بس بيجوا مع البلورال. يبقى كده اول حاجه عرفتها this و that مع السنجلر مفرد، انما these و those مع البلورال. دول مع المفرد دول مع الجمع، دول مع المفرد دول مع السنجلر دول مع البلورال. this that singular these those plural. اوكي. طيب تاني حاجه قال لي that و those بيجمع منهم مع صفه مشتركه، ان هما بيجوا مع الفور things الاشياء البعيده. انما this وذات بيجمع بينهم صفة مشتركة ان هما بيجمعوا مع الحاجات near قريبة. تاني ان this تيجي مع الحاجات القريبة. that بص انت لو جيت بقى، يعني انا هعمل رسمة كده هتفسر لك كل حاجة لوحدها. بص these تيجي مع ايه؟ اهي. اوكي. انا مش عارف الرسمه اللي عملتها دي هتسهل لك الدنيا ولا هتصعبها عليك. لو حاسس ان هي في ناس بتقول لي ان هي بتسهل عليها، فهي لو سهلت عليك تمام، ما سهلتهاش عليك خد سكرين من اللي انا بقى قبل ما ارسم الكلام ده وحاول تذاكرها منه. طيب ليه بقى انا عملت لك الرسمه دي؟ عشان اقول لك ان ذات تيجي مع المفرد البعيد. طب this تيجي مع المفرد قريب اهو، في نفس الجمله اهو، في نفس السيركل بتاعتها، مفرد قريب. طيب these تيجي مع حاجه قريبه ولكن جمع. طيب those تيجي مع حاجه بعيده جمع. بس انت محتاج تعرف بس ان هما بيجوا مع ايه، بس دي القاعده بتاعتهم، ان this وذات الاثنين دول بيجوا مع singular، this that مع singular. طب these و those مع plural جمع، دول مفرد دول جمع، دول singular دول plural. طيب these و this و these مع حاجة قريبة مني، فأنا أقول ده this marker النضارة دي على هقول عنها هي أنا لابسها، بقول عنها these glasses. وقلنا قبل كده إن كلمة نضارة دي بنعملها معاملة البلورال. تمام. كنا قايلين في فيديو قبل كده. طيب هقول مثلا على الواتش دي this watch this shirt. الحاجات دي كلها قريبة مني. إنما مثلا لو بتكلم مثلا عن حاجة بعيدة عني، طبعا الاستوديو يعني مش كاميرا محددة، مش هقدر أوريكم حاجات بعيدة عني، ولكن هنشوف الإكزامبلز. مثلا بتكلم مثلا عن سقف الأوضة، هقول لك أهو سقف المكان اللي أنا فيه that ceiling السقف ده، لأن السقف ده عشان ألمسه ده بعيد عني، عايز أطلع وأقف على سلم وألمسه ceiling. وسقف يعني سيلينج، السقف الداخلي ده اسمه سيلينج. اوكي. طيب يبقى these مع حاجة قريبة و this برضه مع حاجة قريبة، انما that و those مع حاجة بعيدة. طيب تعال نشوف كده examples عشان نفهم الموضوع اكتر. complete the sentences، نكمل الجمل with this that these those. مثلا بيقول لك هنا ايه؟ space are my trousers. دول البنطلون بتاعي. طيب هو غالبا بيبقى مديك تشويسز اختيارات عشان يسهل كمان الموضوع عليك اكتر. طيب بيقول لك دول بنطلوني، فانا بشاور على بنطلوني بقول لك ده بنطلوني. هو مبدئيا بس هو مديني ار وتراوزرز ده بيعمل معامله الجمع، فكده انا لازم افكر في حاجه من الاثنين، يا اما ذيس يا اما ذوز، لان هو جمع. طيب طبعا بنطلوني وانا بشاور عليه فده قريب مني، فهقول عنه these are my trousers.
Number 2 Hi Chris. ازيك يا كريس. My friend Jonah. Hi Jonah, nice to meet you. انا بقدم واحده او واحد صاحبي، بقيت بعرف اتنين بعض. ازيك يا كريس، دي جونا صاحبتي هكذا، فانا بعرفهم على بعض. فانا طالما بعرفهم مع بعض فهم قريبين مني. اوكي، فهنا طبعا دي is، فلازم افكر يا اما في this يا في that. فاقول this ليه؟ لان هي قريبه مني، وهو قال لها هاي جونا نايس تو ميت يو، مبسوط اقابلك، وبيتكلم معاها، فهم قريبين، سموحوتي قريبين مني. look at birds in the sky. بص بيقول لك بص على الطيور في السماء. ها تفتكروا دي حاجه قريبه ولا بعيده؟ في السماء، يبقى اكيد دي بعيده. طب birds دي singular ولا plural؟ مفرد ولا جمع؟ جمع. طب يبقى انا عندي كده جمع حاجه بعيد، جمع بعيد، جمع بعيد، جمع بعيد، يبقى those. اتمنى ان انت تكون كتبت السكرين اللي فاتت، كتبت الحاجات اللي فاتت علشان تبقى عارف انت بتحل ايه. طيب what are space they are my books. بقول لك ايه دول؟ رحت انت قايل لي دول كتبي. what are what are. بص هو ساعات بيبقى مثلا في الاكزامبل ده ايه دول كتبي. هو اكيد كان مديني choices اختيارات، بس انا مش حاطط الاختيارات طبعا. في الاختيارات اكيد كان حاطط لي مثلا these و that مثلا. فطبعا بوكس دول جمع، فينفعش that. فدي تنفع يا اما these يا اما those. طب ليه يا مستر تنفع الاثنين؟ ما هو بص اصل في الاكزامبل ده هو ما حددليش الحاجه دي قريبه مني ولا بعيده عني. فلو جه حد قال لي والله انا عايز these اقول له تنفع، لو جه حد قال لي those هقول له برضه تنفع. طب ليه ما فيش راي فاصل، راي قطع؟ لان هو مش محدد لي. المثال ده غالبا هو كان حاطط لي في الاختيارات these و that، طبعا الاجابه هتبقى these. انما مثلا لو هو كده بس فthese و those تنفع. تمام. انما مثلا المثال ده بيقول لي الطيور في السماء، فده اجابه قطعه those بس، لان الطيور دي بعيده عني طبعا السماء. is hotel nice. بيقول لك الفندق ده لطيف. فندق مفرد برضه نفس الكلام. ممكن ان انا وصاحبي نبقى قريبين قدام الفندق، بقول لك هل الفندق ده قريب، الفندق ده لطيف. ممكن نبقى بعاد عنده، بقول لك هل الفندق اللي هناك ده لطيف. فممكن this ممكن that. اوكي الاثنين ينفعوا، مفيش مشكله، لان هو مش مديني دليل بالظبط الحاجه دي قريبه ولا بعيده. تمام. are your friends. هل دول اصدقائك؟ هنا اصدقاء دول جمع، فانا ممكن استخدم these، ممكن استخدم those. اوكي ممكن استخدم ده او ده، مفيش اي مشكله عندي، سواء these those مفيش مشكله، طالما هو مش مديني، مش محدد لي ايه بالظبط. who is man over there. هنا بقى بيقول لي مين الراجل اللي هناك دي. over there يعني معناه هناك، فهنا ده خلاص ده حاجه بعيده، والراجل ده مفرد، فهنا اجابه واحده قاطعه ذات. اشمعنى؟ لان انت بتقول لي هناك. طب ما هو هناك دي ما ينفعش يبقى قريب. لا، ما هو لو قريب هقول لك هنا مين الراجل اللي هنا ده، انما هناك ده معناه ان هو بعيد. طيب isn't your friend Eric. isn't your friend Eric، مش دي صاحبتك إيريك؟ برضه هو مش مديني دليل هي قريبة ولا بعيدة، بس كل أعرفه إن هي مفرد إيريك، فيا إما this يا إما that. why are boxes here. ليه الكتب هنا؟ ده حاجة بقى قريبة، فأنا لازم أفكر من حاجة من الاتنين، يا إما this يا إما these. طيب هو بيتكلم هنا عن البوكس دي boxes صناديق boxes. ليه الصناديق دي هنا؟ فالبوكسز دي جمع وقريب، يعني هو مسهلها لي جدا، جمع وقريب، يبقى أنا ساعتها هستخدم these. أوكي بس كده ده بس كده كان فيديو النهارده. ان شاء الله بنتكلم عن this و that، بنستخدم this في ايه، بنستخدم that في ايه، these those، this و that مع السنجلر، that those و these مع البلورال، this مع حاجه قريبه و these مع حاجه قريبه، that مع حاجه بعيده و those مع حاجه بعيده. ذاكر الفيديو كويس، معلومات بسيطه ما فيهاش اي حاجه. الفيديوهات بتاعتنا بتبقى قصيره، فما تنساش ان انت تذاكر الحاجات دي وتكتب في النوت بوك بتاعتك المعلومات دي، ومتنساش تعمل لنا سبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات الجاية ان شاء الله. That's it for today. See you next video ان شاء الله. باي باي.